بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ولنفترض ان دي عندنا بيانات شركة. عندنا الادفرتايزنج سبند، الفلوس اللي انا بصرفها باليو اس دي، والسيلز ريفينيو. الادفرتايزنج سبند ده اللي هو ايه؟ المصروف الدعاية والاعلان اللي انا بدفعها. يعني انا لو عندي شركة، دي فلوس الدعاية والاعلان اللي انا بدفعها على الشركة. وده السيلز ريفينيو بالعملة هنا اليو اس دي اللي هي الدولار، الريفينيو او المبيعات اللي انا عملتها. فخلينا كده نيجي نشوف الريليشن شيب ما بين الاتنين دول، واجي اعملهم كده، واجي اجيب اول كولم واعلم عليه، وبعد كده اجي اجيب تاني كولم واعلم عليه نفس الحكايه. احنا خدنا الكلام ده المره اللي فاتت. ممكن حد يقول لي الريليشن دي هنا ايه؟ الريليشن دي عكسية. كده بوزيتيف. يا راجل، عكسيه ازاي؟ ما هي ايه؟ علاقة كل طردية. ما تدفع أكثر كل ما تدفع أكثر بيجيك إعلانات أكثر، أو عفوا تكسب أكثر يعني. الله ينور عليك، كل ما بتدفع اعلانات اكتر بيجي لك ارباح اكتر. بس انا عايز اتكلم دلوقتي على الكورليشن هنا. الرقم ده بيديني ايه؟ بيديني انديكيشن بايه ان الكورليشن دي ايه؟ انفرس ريليشن شيب ولا دايركت ريليشن شيب؟ دايركت. تمام. طب الريليشن شيب دي يا جماعه سترونج ولا ميديوم ولا ويك ريليشن شيب؟ يعني علاقه ضعيفه ولا قويه ولا متوسطه؟ سترونج. الله ينور عليك، عشان هي اقرب حاجه للواحد. فهنا العلاقه بين الاعلان والعوائد اللي بتجيلي علاقه قويه. كل ما بدفع اعلانات اكتر واعمل اعلانات وبوستات على الفيسبوك اكتر ومولها والكلام ده كله، بيزيد لي المبيعات. كلام جميل. طب انا لو عايز اعمل الكلام ده بشكل تشارت، ايه التشارت اللي بتديني معنى الكورليشن والعلاقات؟ احنا قلنا الهيت ماب. بس الهيت ماب فيها حاجه، الهيت ماب بتديني العلاقه ما بين فاريبل او اكتر. فانا اقدر اجيب العلاقه بتاعت السيلز مع الادفرتايزنج، مش عارف ايه مش عارف ايه، وارسمهم كلهم في هيت ماب. خليكم حافظين الحته دي. الهيت ماب بتديني علاقه اكتر من فاريبل، اكتر من متغير. لكن احنا النهارده هنستخدم تشارت اسمه السكاتر بلوت. السكاتر بلوت ده بيدينا ايه؟ العلاقه ما بين متغيرين فقط، ما بيدينيش حاجه اكتر من متغيرين. فخلينا بنخش هنا على الانسرت، وفي جزء هنا كده ده بيديني الاستاتستيكال اهو، insert statistical chart. احنا عندنا الاستاتستيكال chart هيستوجرام وبوكس بلوت، بس احنا مش عايزين دولت دلوقتي، احنا عايزين statistical chart تاني برضه اهو. اهو ده الاستاتستيكال chart السكاتر بلوت، بياخد مني قيمتين x value و y value. هو بيديني العلاقة ما بين متغيرين. فخلينا نخش نجيب السكاتر بلوت. هنلاقي السكاتر بلوت ظهر لي بالمنظر ده. حد فيكم فهم المنظر ده بيقول لي ايه؟ يبقى برنس اللي يقول لي المنظر ده فاهم منه ايه. علاقة طردية. تمام، علاقة طردية. طب ليه؟ تقدري تقولي لي؟ علاقة طر... اه كل ما ازود الاكس الواي بتزيد معاها الله بتساوي. ينور عليك. بصوا المنظر ماشي ازاي يا جماعه. المنظر ماشي كده اهو، كل ما ده يزيد اهي 500 بقت 1000، 1500 دي نفس الحكايه ماشي اهي. 1000، 10000 قصدي، 20000، 30000، 40000. فالاتنين من المنظر الواضح قدامي دوت ان الاتنين لما ده بيزيد ده بيزيد، فدايركت ريليشن شيب. فخلينا حافظين ان الشكل ده. خلينا نعمل هنا منظر، ونيجي نعمل هنا فيو، ونشيل الجريد لاين. فخلينا حافظين ان المنظر ده كده لما يبقى عندي الواي اكسس والاكس اكسس، ويبقى الترند لاين ماشي كده، يبقى دي علاقه طرديه، دايركت ريليشن شيب. ماشي. طب انا عايز اظهر الخط ده عشان يديني، بقدر اجيب هنا من الاعدادات واجي اقول له وريني الترند لاين اهو. ترند لاين الخط الازرق اللي بنقط ده، اخليه بلون تاني عشان خاطر يبقى ظاهر لي الترند لاين بلون اوضح. خليني اعمله بالاحمر عشان يبقى بعيد عن اللون اهو. خدتوا بالكم الترند لاين ماشي ازاي؟ في نقط قريبة وفي نقط بعيدة. حد يقدر يقول لي النقط القريبة دي لو ستاندرد ديفيشن ولا هاي ستاندرد ديفيشن؟ كده لو باين. الله ينور عليك، هي قريبة من الخط. كل اللي قريب من الخط ده، كل اللي بيبعد عن الخط ده ستاندرد ديفيشن بعيد. فده الترند لاين بتاع الخط اللي ماشي. فاحنا جبنا اهو السكاتر بلوت بتاع الدايركت ريليشن شيب، وعرفناه هنا من الشكل اللي انا عملته لكم هنا. ادي تاني شكل عندنا. عندنا عبارة عن ايه؟ عن البرودكت برايس، سعر البرودكت، والكوانتيتي سولد. خلينا كده نجيب الكوريليشن بتاعهم ونشوف الكوريليشن عبارة عن ايه. ادي اول متغير، وبعد كده تاني متغير نطلع نجيبه. خلينا نجيبه من تحت مش هتفرق اهو، وندوس انتر. حد يقول لي الريليشن شيب دي كده ايه؟ دي عكسية. تمام، انفيرس ريليشن شيب. الله ينور عليك. طب دي ميديوم ولا سترونج ولا ويك؟ لا، ميديوم تقريبا. تمام، دي ما بين الميديوم والسترونج. دي ولا منها سترونج قوي ولا منها ميديوم قوي، دي حاجه كده في النص كده ما بينهم. ماشي، كلام جميل. خلينا نشوف السكاتر بلوت بقى هيدينا الكلام ده ازاي. نشوف شكل العلاقه العكسيه السكاتر بلوت هيرسمها لنا ازاي. فنيجي ندوس انسيرت، ونيجي هنا على السكاتر بلوت،
ونيجي نرسم نفس السكاتر بلوت. بص هو عمل لي المنظر ازاي. لما دي تقل دي تقل دي تقل، دي بتزيد دي بتزيد دي بتزيد اهو. انا نزلت من ال100 لل80 لل60 لل40، وهنا قاعده عماله تزيد، هنا قاعده عماله تزيد. بس العلاقه مش قويه قوي، عشان كده المنظر مش قوي قوي زي اللي فات. المنظر هنا عشان العلاقه قويه قوي، بصوا كانت ماشيه خط مستقيم. لكن هنا لو كانت علاقه عكسيه قويه، كانت الخط مشي كده بالعرض المستقيم. يعني العلاقه العكسيه بتبقى عامله ازاي؟ خلينا نرسمها. دي كده قلنا الدايركت، خلينا نعمل هنا حرف الجي. دي العلاقة العكسية، الانفيرس، اللي هي الاي. ماشي. العلاقة العكسية بيبقى الخط ماشي كده، الواي اكسس قاعد عمال يقل والاكس اكسس قاعد عمال يزيد، لان دي بتمشي كده. ماشي. ودي قاعدة عمالة تقل كده. خدتوا بالكم هي علاقة عكسية ليه؟ لكن دي قاعدة عمالة تزيد كده، ودي قاعدة عمالة تزيد كده. خدتوا بالكم هي ماشية ازاي؟ فنرجع تاني للانفيرس ريليشن شيب، ونيجي نعمل الترند لاين اللي هو الشكل الجميل اللي بيوضح لنا الدنيا كلها. اهو. نيجي هنا ترند لاين، هنلاقي الترند لاين اترسم زي ما احنا قلنا، وعمل لنا الشكل دوت اهو. عمل لنا الخط زي ما احنا رسمناه في الشيت التاني، ان الخط متقاطع كده، دي قاعده عماله تقل بالمنظر اللي تحت كده، ودي قاعده عماله تزيد بالشكل ده. فانا كده بقى عندي فيجواليزيشن للتشارت بيقدر يوضح لي الريليشن شيب ما بين تو فاريبلز، وعندي الهيت ماب تقدر توضح لي الريليشن شيب ما بين اكتر من فاريبل، بدل ما اقعد اعمل الفانكشن بتاعت الكوريليشن، بدل ما اقعد اجيب ارقام والمدير بتاعي يبقى قاعد مش فاهم ايه الارقام دي. بص هنا مثلا كل ما سعر البرودكت بيقل، كل ما الكوانتيتي بتتباع. يعني التيشيرتات اللي في العتبة مثلا بتتباع أكتر بكتير من البراندات اللي بتبيع تيشيرتات. يعني أنا كل ما أقلل السعر، كل ما السعر قاعد عمال يقل، كل ما المبيعات بتزيد. عشان كده في الخصومات زي الجمعة البيضاء ومش عارف إيه، المبيعات بتزيد جامد بسبب إن الديسكاونت بتاع المحلات بيبقى عالي. فأنا هقعد أفهم المدير بتاعي، أقعد أقول له الكورليشن لما الرقم يبقى أقرب للواحد والسالب واحد، وأقعد أفهمه العلاقة الدايركت والإنفيرس والكلام ده كله. أكيد أنا مش هفهم المدير بتاع الكلام ده كله. يا إما بشرحها له بشكل هيت ماب، بشرح له إن اللون الأغمق معناه كذا واللون الفاتح معناه كذا، يا اما اشرحها له عن طريق السكاتر بلوت وافهمه كذا وكذا. وهنا في الدايركت ريليشن شيب، بص هنا المبيعات بتزيد ازاي مع الادفايتايزمنت، لما بيزيد ازاي المبيعات بتزيد. وبص هنا ازاي لما نعمل ديسكاونت مثلا، بص ازاي كمية المنتجات اللي احنا بنبيعها بص بتزيد ازاي لما بنعمل ديسكاونت اكتر. فبتقدر تشرحها له عن طريق فيجواليزيشن، عشان ما اقعدش ادخل المدير بتاعي في حصة احصاء. فدي اول تو فيجواليزيشن كده احنا شفناهم، السكاتر بلوت. هنيجي نخش على تشارت تاني بعده. الشارت ده نادرا لما هتستخدمه، شارت مش كلير كمان يعني، مش لذيذ. ولما هنتعلم الباور بي اي هنشوف حاجات اجمد منه بكتير، وهنشوف ازاي نقدر نتعامل مع حاجات افضل من كده. بس لازم اشرحه لكم برضه عشان تبقوا فاهمينه، عشان انا ان شاء الله هدفي ان انتوا تبقوا فاهمين كل التشارتس الموجوده في الاكسل. لما تيجي تفتح الاكسل بعد كده، انت تبقى فاهم التشارتس دي كلها موجوده ايه، عشان زي ما قلت لكم الداتا فيجواليزيشن مهمه جدا جدا جدا. طب ماشي. الشكل هو عبارة عن إيه؟ الشكل اسمه sun burst، كان بيجي من هنا أهو. الsun burst عبارة عن إيه؟ مش هنقدر نفهمه غير لما نفهم الداتا الأول. طب خلينا نفهم الداتا ونسيبه كده على جنب الأول. الداتا عبارة عن إيه؟ الداتا هنلاقي إن هي عندي الداتا مقسمة لإيه؟ مقسمة للريجن، المنطقة، وبعد كده الكونتري، وبعد كده السيلز. عندي الريجن هنا نورث أمريكا، أمريكا الشمالية، أمريكا الشمالية، أوروبا، أوروبا، وآسيا. عندي دولتين من آسيا ودولتين من أوروبا ودولتين من أمريكا. شركة زي أمازون عندنا فروع في اليونايتد ستيتس مثلا، وفروع في كندا. وعندنا في أوروبا فروع في اليو كي، يونايتد كينجدوم، المملكة المتحدة، بريطانيا. وعندنا فروع في ألمانيا. وفي آسيا عندنا فروع في الصين، وعندنا فروع في اليابان. طب كلام جميل. المبيعات اللي في امريكا بالمبلغ كذا، والمبيعات اللي في كندا بالمبلغ كذا، والمبيعات اللي في يو كي بالمبلغ كذا. التشارت اللي اسمه سان بيرست ده بقى هديك ملخص الكلام اللي احنا قعدنا نهري فيه ده كله بتشارت واحد اهو. نيجي نكبره كده، هتلاقي ان هو جاب لك اول حاجه احنا عندنا ثلاث انواع: نورث امريكا ويوروب وايجا. الثلاث انواع كل واحد مديهم لون. هنيجي نخش جوه النورث امريكا، هنلاقي يو اس اي وهنلاقي كندا. هنلاقي ان يو اس اي واخده حته اكبر من كندا في التورته. بعد كده نيجي نخش على يوروب، هنلاقي ان المانيا ويوكي يعتبروا كانهم هما الاثنين واخدين نص التورته بالظبط. دي واخده نص التورته ودي واخده نص التورته. ولو ان يوكي ممكن تبقى واخده حته اكبر اهو، حتى باين من الرقم. دي 70,000 ودي كام؟ دي 60,000 بالظبط اهي. يوكي واخده حته اكبر شويه. يونايتد ستيتس هنا واخده 100,000، وكندا هنا واخده كام؟ 80,000. فبينت لي من الشكل كله التوزيع بتاع القارات، وتوزيع الدول جوه القارات، وتوزيع المبيعات جوه الفروع. نفس الحكايه بقى هطبقها بس مش على الريجن. عندي محل هنا في مصر مثلا، اي حاجه من المحلات المشهوره اللي عندها فروع على مستوى الجمهوريه مثلا. فانا عندي فرع القاهره مثلا ولنفترض اللي هو الاحمر، وفرع مثلا الجيزه،
وفرع مثلا تاني هنا الصعيد، ويبدأ يقسم لي جوه الصعيد أكتر حتة فيها مبيعات، وجوه القاهرة أكتر مدينة فيها مبيعات، وجوه الجيزة أكتر حتة فيها مبيعات. فهمتوا إزاي السان براست مهم بطريقة كبيرة؟ بس عادة إحنا ما بنستخدمهوش. يعني عادة ما بنستخدمش السان براست، لأن لما هنستخدم باور بي أي أقوى في الفيجواليزيشن من إكسل، بنستخدم حاجات أقوى من الشكل ده. فوضح كده الشكل ده كمان؟ واضح. تمام. الشكل ده عبارة عن إن إحنا لو عندنا حاجة جواها حاجة جواها حاجة، فالشكل ده خلاصته بقدر استخدمه لما يبقى عندي الاجزاء جوه بعض، زي ما شرحت لكم محافظات دول، جوه كل محافظه انا بعت قد ايه وهكذا. عندي برضو تشارت تاني اسمه تري ماب، اقدر استخدمه في نفس الاستخدام. فخلينا نشوف تري ماب. عندنا الكاتيجوري هنا، وعندنا السب كاتيجوري، عندنا الاقسام، عندنا قسم الالكترونيكس، وعندنا قسم الفurniture الاساس، وعندنا قسم الملابس. جوه قسم الالكترونيكس عندنا اللابتوبس والفونز، التليفونات واللابتوبات. وعندنا جوه الفurniture عندنا الكراسي والتيبل. وعندنا الكلودنج، عندنا ملابس للرجال وملابس حريمي، وهكذا. طب اقدر استخدم له تشارت ايه؟ اقدر استخدم له تشارت زي تري ماب مثلا. تري ماب بيقدر يوضح لي ايه؟ بيقدر يوضح لي، هتشوفوا ازاي بيقدر يوضح لي ايه. التري ماب برضو فكره التورته، شبهها بفكره التورته. نفس الحكايه، احنا واخدين قد ايه من التورته، هنيجي نخش نبص على التورته بتاعه الالكترونيكس او الالكترونيات، هنلاقي ان واضح قوي من غير ما اشوف الرقم ومن غير ما اشوف اي حاجه ان الفونز اكثر مبيعات من اللابتوبات. يعني كأن دي 60% ودي 40% مثلا. وعندي هنا كأن الكلوزنج، المين والومن الاثنين واخدين نفس النسب. يعني اعتقد دي كأنها 50 ودي 50. نبص كده، لا، مش 50 50، بس في فرق حوالي قريب من كده، بس يقدر يديني انديكيشن شكل عام ان المبيعات ما بين الاثنين متشابهة. نيجي الفرنتشر، هنلاحظ ان التشيرز باينة قوي ان هي متاخدة اكتر من التيبلز. نرجع لسؤال كان بيسأله عبد الرحمن، امتى نستخدم كل تشارت في دول؟ في تشارتس بديهية ان انت لازم تستخدمها في مواقف أساسية، وفي تشارتس مش هتفرق. يعني احنا هنا الكيس متشابهة. هو احنا هنا لو جينا مسحنا السم كراست مثلا دلوقتي، وجينا استخدمنا التري ماب، خلينا نيجي نستخدم التري ماب، في مشكلة حصلت يا جماعة؟ حد واخد باله من حاجة؟ في مشكلة حصلت؟ لا لا، هي يعني مفيش اختلاف الله كبير. ينور عليك. هي مفيش اي حاجه، عادي، استخدمت ديت. اهم حاجه انا بشوف بالنسبه لي، وممكن اعمل سكيلينج للكولرز هنا، اخلي ده غامق قوي وده اقل منه غمقان، بعد كده ده اقل منه غمقان مثلا وده اقل منه غمقان، وهكذا. اقدر اعمل لها سكيلينج بقى بالالوان، والكلام ده كله هنشوفه في باور بي اي، وهنتطرق ليه اكتر في الباور بي اي. فانت خدت بالك، هي مش هتفرق. ففي حاجات بقدر استخدم لها اكتر من تشارت، مش مشكلة. المهم بالنسبة لي أنا بقى كداتا أناليست، ببص كده وأشوف أنهي أكتر تشارت ممكن يتماشى مع المدير بتاعي، أو أنهي تشارت ممكن هنا يوضح المعلومة. مين هم التارجت أودينس بتوعي؟ أنا بعمل برزنتيشن لناس عاديين. لو ناس عاديين ممكن أستخدم لهم التري تشارت، شكله ممكن يبقى أوضح لناس عادية. يفضل كمان إن أنا أستخدم لهم كولم تشارت عادي خالص والدنيا إيزي وخلاص. دي لو ناس عادية. لو أنا هشرح لناس تانية تكنيكال، لا، ممكن أستخدم لهم أدفانسد تشارتس أكتر عشان توضح لهم تفاصيل أكتر. لان انا ممكن هنا اد ليبلز مثلا، زي ما هنشوف في الباور بي اي، ان انا ادي الليبل هنا وادي الرقم هنا وادي الرقم هنا، والرقم يبقى اوضح ليهم. فانا بختار الشارت لو هو بيقوم لي بنفس الوظيفه ما بينه وما بين شارت تاني، بناء على ايه؟ بناء على التارجت اودينس مثلا. التارجت اودينس بتاعي المدير غير الاونر، غير ان انا هكون هتكلم مع حد ديبارتمنت في قسم تاني في الشركه عندي. فعلى حسب كل اودينس، وعلى حسب التارجت اللي انت هتتواصل معاه، وعلى حسب سن العميل لو انت في الفريلانس مثلا، فمش هتفرق بالنسبه لك قوي في الجزئيه ديت طول ما انت الشايت بيوصل لك نفس الفكره. يعني عندنا حاجه زي كده مثلا، ده سهل قوي اقدر استخدم لها اللاين تشارت اهي. بصوا، ده عشان هي هنا عباره عن وقت، فالحاجه اللي ليها علاقه بالوقت اقدر استخدم لها لاين تشارت. علينا من يناير لفبراير، بعد كده المبيعات جت قلت، بعد كده المبيعات جت عليت تاني، بعد كده المبيعات جت قلت هنا تاني، وبعد كده بس احنا خدنا بالنا في ترند لاين. لو جينا عملنا ترند لاين هنا برضو، وجينا دوسنا خليناه بالاحمر عشان خاطر يبقى اوضح، نلاقي ان المبيعات الحاله العامه في حاله صعود. يا جماعه، البني ادمين الطبيعيه او اي شيء ربنا خلقه في الدنيا دوام الحال من محال. يعني الشكل ده مش حاله متذبذبه، لا، الشكل ده شكل عادي زي اي حاجه ربنا خلقها في الدنيا. ان هي يوم انت هتذاكر كويس، ويوم مذاكرتك وحش، ويوم مذاكرتك اعلى شويه، يوم مذاكرتك انت نزلت فيه شويه، يوم انت عليت شويه. بس الحاله العامه انت بتعلى ولا في هبوط. هو ده الترند لاين بالنسبه لنا. احنا هنا مره علينا ومره نزلنا شويه، بعد كده مره علينا تاني،
بعد كده مره نزلنا شويه، بعد كده مره علينا تاني. انت فاهم؟ الحاله العامه في الترند لاين هنا ان احنا في حاله صعود، لكن ان انت تبقى فاكر نفسك السهم بتاعك هيبقى ماشي بالمنظر ده كده، ده مستحيل. ربنا ما خلقش حاجه في الدنيا ديت السهم هيبقى ماشي بالدنيا كده. وحتى لو فضلت السهم دوت، لما اللي درس منكم اقتصاد، ان فيها حاجه اسمها دوره حياه المنتج، هيفضل يطلع كده 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 لحد ما هيجي له لحظه ما لازما هينزل. مستحيل حاجه هتفضل في صعود كده طول الحياه. فده منظر عادي جدا ومنظر طبيعي، ده مش معناه حاله متذبذبه ولا حاجه. فانا قدرت استخدم له اللاين تشارت. طب انا لو جيت عملت كده دلوقتي، وجيت هنا عملت انسيرت واستخدمت له كولوم تشارت، العميل هيقول لي طب بالله عليك انت ينفع تستخدم لي كولوم تشارت؟ اه عادي استخدم كولوم تشارت، بس انهي اوضح فيهم؟ انا عايزكم كلكم انتوا الاثنين تحطوا نفسكم دلوقتي مكان العميل. ايه الشارت اللي في الاثنين الكولم. دولت؟ ماشي، انت وجهة نظرك الكولوم، حد تاني يقول لي. عايز اخد اراء الجميع يا جماعه، عايز اشوف الغالب هيروح لفين. الكولم ماشي، حد تاني قال لي الكولم اهو في الشات برضه. ايه تاني؟ الكولم، ومعظم الناس بتشوف ان الكولم سهلة، يعني بتتقرب ببساطة عن العلاقات التانية. تمام. اللي فوق اوضح. بالظبط يا جماعه، انا شايف ان اللاين تشارت اوضح بكتير. اللي انتوا شايفين يا جماعه الفاليوز متقاربه ازاي. فالكولم تشارت شكله مش واضح، او كان ممكن يبقى اوضح لو انا عملت له صوره. لو كان في صوره للداتا كان ماشي، كان ممكن يبقى اوضح. لكن هنا في الكيس اللي احنا قدامنا دي اللاين تشارت اوضح بكتير يا جماعه. يعني احنا عشان تاخدها بقى قاعده بالنسبه لك بعد كده، اي حاجه بنقيسها عن طريق الزمن افضل حاجه ليها اللاين تشارت. فاحنا هنا بنقيس حاجه ليها علاقه بالزمن، اللاين تشارت افضل حاجه ليها عشان خاطر تقدر تشوفها. فدي قاعده تقدر تحطها لنفسك اهي، ان الحاجه لما بنيجي نتعامل بيها مع الزمن افضل حاجه ليها اللاين تشارت. بس احنا برضه بالمناسبه نقدر نضيف لاين تشارت للكولوم تشارت، يعني نقدر نضيف له ترند لاين. بصوا بقى امتى بقى الكولوم تشارت هيبقى اوضح واحسن كمان. لما اجي اعمل كده، بصوا اللي حصل. الكولوم تشارت هنا ممكن ايه يكون وضح لي الشكل، بحيث ان انا بقدر اقارن ايه، بقارن السيلز مثلا بحاجه تانية. هو هنا نفس الفاليوز، فهي مش باينه، هي نفس الفاليوز بالظبط، بس لو مبيعات حاجه بحاجه هقدر اشوفها. اشوف كأن الاحمر ده مثلا مبيعات منتج اللابتوبات مثلا، والازرق ده مبيعات منتج التليفونات. فاقدر اشوف على مدار الشهور اللابتوبات والتليفونات. اقدر انفذ نفس الحكايه بالظبط على اللاين تشارت اهو. بس اللاين تشارت هتعيبه حاجه، دي مش هقدر اشرحها لكم دلوقتي، هتبقى حاجه ادفانسد شويه، نبقى نشرحها بقى في كيسز تانية ان شاء الله. ففي الكيس ديت لو انا عندي اكتر من حاجه اقدر استخدم الكولوم تشارت وهيبقى واضح بالنسبه لنا بالشكل ده. فخلاص احنا كده فهمنا الفروقات ما بين التشارتس ديت، وفهمنا الكلام ده كله. شكرا لوقتكم واشوفكم الفيديو الجاي.